السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. فيديو جديد بقى كده، وتعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه. قبل بقى ما اقول الفيديو ايه اللي فيه، هصبح عليكم واقول لكم صباحكم منور بنور الله، صباحكم مسك وعنبر، صباحكم كل حاجة حلوة. معايا كيلو من البطاطس، والنهاردة هنعمل بقى صينية بطاطس بالفراخ. المقادير اللي معايا كيلو بطاطس، ومعايا بصلاية، معايا كام حبة طماطم كده، وكمان معلقة توم. عايزه تحطي فلفل حطي، عايزه تحطي شطه حطي، عندك هريسه شطه حطي. انا عندي بس مش هحط عشان بنتي تاكل منها. انتوا عارفين ان انا معايا بنوته صغنونه فبتخاف من الشطه يعني. فهحط بصل. جبت البصلايه كده، بصلايه واحده كفايه يا جماعه في الغلا بتاع البصل اللي احنا فيه ده. طبعا قشرت البطاطس وقطعتها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده رحت ضايفه عليها البصله وفص ومعلقه توم، وحطيت كمان التوابل بتاعتي بقى: ملح وفلفل اسود وكركم، توم باودر، بصل باودر لو عندك. هتحطي كمان هتحطي ايه، جنزبيل. كل التوابل دي انا بحطها في الاكل على فكره، بس بحط بنسب قليله يعني. وحطيت بقى الطماطم زي ما انتم شايفين كده، واقلب كل ده مع بعض. في حاجه كمان عايزه اقولك عليها: هو كتر التوابل فعلا بيفقد الاكل لذته او طعمه، بس الكركم ده بيبقى ليه فوائد، والجنزبيل ده برضو فوائده كتير. يعني انا بحطه في كل حاجه، بحطه في المشويات، بحطه في كل حاجه. بقى لو فريش بصراحه بيبقى تحفه. طلعت فرخه من الفريزر زي ما انت شايفه كده، وسبتها لما فكت. هي ما فكتش قوي، بس كنت غسلاها يعني غسله تمام كده، من بره ومن جوه، بالدقيق وبالليمون وبالملح. بعد كده سبتها تتصفى، وقلت ايه، اقطعها التقطيع اللي انتوا شايفينه ده. هتقولي طب ازاي البطاطس هتستوي مع الفراخ؟ بيستوي والله، بتبقى الدنيا تمام. مهما كانت الفراخ كبيره على فكره، بس انتي بتظبطي بس تقطيع البطاطس والدنيا بتبقى مظبوطه معاكي. حطيت الفرخه على البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب بقى من تحت لفوق، من تحت من فوق لتحت زي ما بيقولوا، وهقعد اقلب كل ده. هي تاخد من التوابل. هتاكلي البطاطس ما انتش عارفه هي انتي تاكلي فراخ ولا يعني البطاطس واخده من طعم الفراخ، والفراخ واخده من طعم البطاطس. رحت بس رشلها كده شويه توابل هي لوحديها، عشان قلت ايه، ممكن تكون ما خدتش قوي من التوابل، او انا المفروض كنت انا ايه، يعني البصله ديت دعكتها الاول بملح، بس انا كنت عايزه اقول لكم ان انا بنفض في رجلي كده من كتر ماما ماما ماما، يعني معايا تقولين ما شاء الله ربنا يحفظها، متعلقه بيا قوي، فكل شويه ورايا في المطبخ. المهم خلصنا الحاجه دي، ولفيت الصينيه بتاع الفراخ زي ما انتم شايفين كده، ولا صينيه البطاطس. لفيتها لفه حلوه، وفي الوقت ده كنت قايده مشغله الفرن يعني على 180 درجه. خليتكم معايا بقى. طبعا انا حطيت الصينيه والدنيا تمام. بعد ما حطيتها في الفرن اضطريت اطلعها تاني. طب طلعتيها ليه؟ هقول لكم طلعتها ليه. عشان يا ولاد انتوا معايا ومش مصحصحين، نسيتوا تفكروني بالزيت والسمنه. حطينا الفراخ، لا حطينا فيها سمنه ولا حطينا فيها زيت. رحت مخرجاها تاني وحطيت حبه زيت، ورجعت حطيت معلقه سمنه. عايزه اقول لكم ان انا يعني انا ما شاء الله في الكلام فصيحه جدا. المفروض يعني اللي بيسمعني بيقول كده، او اللي بيعرفني بيقول كده، يعني مش بتلخبط. آه انا باجي اسجل لكم الفيديو بيجيني خرس، معرفش ايه اللي بيجرالي، يعني بيبقى اشتباه في شلل، مش فاهمه. المهم يعني كان عندي بقى شويه توم، كانت ست الكل بعتلي كده حبتين توم، فلقيت القشر بتاعهم نضيف. المفروض الحاجه دي بتتعمل في اول موسم التوم يعني، بس انا قلت ايه خساره، وما كانش عندي توم باودر. رحت محمصاهم بقى وانا قايده، وطبعا بقى مشغله الفرن بقى البطاطس. رحت محمصاهم تحميصه حلوه كده، وجبتهم هرستهم في البتاعه اللي انتوا شايفينها دي، الكبه بتاعه الخلاط. ورحت ايه مصفيهم بالمصفى. انا الفاتح ده كان توم انا شارياه، بس بصراحه لقيت فيه سوس فقرفت منه، فرحت شايلاه خالص بقى، وعملت الحبه اللي انا عملتهم دول. وريتكم بقى الفرق ما بين ده وده فاتح صحيح، بس اللي انا عاملاه ريحته وشكله ومده صلاحيته هيقعد اكتر من اللي جاهز. جاهز انا معرفش هو بيتعمل ازاي، بس على ما اظن هو ما بيتحمصش قوي، عشان كده بيفضل ابيض. ان كنتوا سامعين صوتي يعني غير صوتي، فده صوت الاستاذه تولين، عشان انا بسجل الفيديو وهي نايمه على حجري. جبت بقى مقدار كيلو من الرز، وكيس من الشعريه 350 جرام يعني، ورحت ايه محمراهم بقى في حبه سمنه كده تمام. ونزلت عليهم بقى ايه بكاتل ميه. طبعا كاتل ميه لاني ما عنديش شوربه، لان الشوربه حطيت حطيت الفرخه بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين. طلعنا الفرخه كانت مستويه، وما شاء الله عايزه اقول لك
والله جميلة تحفة، طعمها مع طعم البطاطس حاجة كده، لا مزاج يعني. تنفع معاكي قوي في العزومات، هتعجبك وهتعجب كل اللي هياكل منها. اكلنا بسيط وخفيف، ويومنا بصراحة كان سهل يعني، ما كانش متعب. المتعب بقى في اللي جاي اللي انتوا شايفينه ده. شايفين حال المطبخ، شايفين البطاطس ما شاء الله اتنسفت بألف هنا. المطبخ بتاعي بقى ما شاء الله يعني عايز ايه 2 يقفوا فيه، مش المساحة، لا هو المساحة واخدنا انا بالعافية كتنظيفات يعني. فانا ان شاء الله باذن الله بس ادعولي كده اعرف اعمل لكم روتين فيه من الاول للاخر، من اول السقف لحد الارضيه من تحت. كنت عامله والله روتين ده زمان في القناه القديمه، بس ما كانتش معايا تولين طبعا، فكنت شغاله براحتي بقى. فربنا يعيننا ويقوينا ان شاء الله، الله المستعان ان انا اعرف اعمل لكم الروتين ده باذن الله قبل ما داخل الشتاء، لان بصراحه لسه ما بداتش حاجه في الشتاء خالص. كل اللي انا عملته ان نقلت التلفزيون من قعده الصيف لقعده الشتاء. طيب ايه اللي المفروض يتعمل؟ انا ما عملتش حاجه، حتى هدوم الشتوي ما طلعتهاش. المهم غسلت بقى المواعين زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها بقى تتصفى كده على فوطه على الرخامه. وبعد كده هعمل ايه؟ يعني خدت من على الوش، مش هقول لكم بقى ان انا نضفت تنظيف عميق اللي هو يريح عينك كده لما تدخلي او تعرفي تشتغلي في المطبخ. ومالك يا تولين كده النهارده عماله؟ دي الصابونه بتاع الالومنيا جميله يعني. عايزه اقول لسلفتي بصراحه الصابونه حلوه وجميله، وبتخلي الالومنيا تلمع وتبقى تحفه. فيا سلفتي لو عندك صابون ابعتيلي وكأني انا ما طلبتش حاجه. لو انتي بتسمعي الفيديو ابعتي صابونه تاني عشان خاطر الصابونه دي بصراحه جميله. هي مشكلتها الوحيده بس ان هي بتجليط الحوض، فالحوض بضطر اغسله بقى يا ببريل يا برسيل جل او اي نوع جل يعني. هغسل بقى الحلل زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ايه هبتدي بقى اكنس المطبخ وامسح البوتاجاز. البوتاجاز كان نظيف يعني، دوب خدت مسحه بسيطه كده، حتى ما صورتهاش معاكم، او كانت اتصورت نسيت ان الكاميرا اصلا مقفوله لاني ما لقيتهاش في المونتاج، وانا بمنتج لكم دلوقتي ما لقيتهاش. فمش عارفه والله، انا قلت لكم التليفون ده بيسرب بس مش عارفه بيسرب على فين. يعني معظم اللقطات اللي انا باخدها بلاقي معظمها مش موجود، معرفش انا بنسى اصلا افتح الكاميرا او هو النظام بيبقى ايه، مش فاهمه. المهم بقى ان احنا خلصنا، ده كان يومنا، يوم بسيط وسهل. ست البيت لما تقوم الصبح تعمل اكلها، فطارها غداها عشاها. هو انا عايزه اقول لكم اليوم ما بيكفيش فطار وغدا وعشاء يعني. انا مش هقول لك والله انا من زمان ما بحسش ان اليوم بيكفي فطار وغدا وعشاء يعني. ازاي الناس اللي بياكلوا 3 طاقات دول انا ما اعرفش بياكلوهم امتى يعني. يعني أنا مثلا حتى لو قمت الساعه 7 هو خلاص فطاري مبرمج على الظهر. معرفش اجازه مدارس على الظهر يعني. انا دلوقتي بستنى ولادي لما بيجوا فبنفطر، اضطر ابتدي اعمل غدا قبل ما يروحوا دروسهم بيتغدوا. قبل كده انا معرفش يعني. المهم احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل